محمد أشرف ريميكس. Welcome Mohamed Diab. to my world of hands-up music. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please welcome. Let's go! Let's go! DJ محمد أشرف ريميكس. في البداية كده يا غالي حابب أقول لك تعالى شوف. عندك أول حاجة عدد الضبط إن أنا عايز تعمل ضبط مصنع. عندك زر لعدم التهنيك زي ما انت شايف، حماية من فيروس الصور، إخفاء الرسائل المقدمة، إخفاء رسائل من الشات، حماية من فيروس اللوج. كل دي زراير حماية من إيه؟ من أي فيروس. لو جينا طلعنا كده ودخلنا تاني، عندك الإضافات، عندك إضافة أدمن فيك، ممكن تبقى أدمن فيك، وعندك تذكر الأيفون، وعندك وثق رقمك وعلامة الإنستا، وإرسال رسائل طلقة، وحجم الإيموجي، وعرف مين رفعك أدمن، وسجل ريكورد، وإزالة الحد من الاسم، وزيادة مشاهدات الستوري، زيادة مشاهدات الستوري 1، وفيك شات لو عايز تفيك أي شات، وإرسال رسالة مخفية، وإرسال رسالة مخفية تاني، وعنوان الرسالة المخفية، وتغيير إنشاء الروم، والحاجات دي كلها، وموجي الأول، وكل العظمة دي كلها يعني من كتر أنا أصلا مكسر أقرأهم. تمام. قسم تفكيك الريكوردات برضو لو عايز تفكك الريكوردات. كلين كاش هنا لو عايز تنضف اندرويد 10 اندرويد 11. مؤثرات الصفحة اليمين، مؤثرات الصفحة الأسفل، يعني اللي هو التأثير يا اسطى الطالع والنازل يا اسطى. وعندنا بعد كده تأثير سقوط التلج لو عايز تخلي لو عايز تفعل انها تسقط التلج وكده. تابع بقى الفيديو عشان النسخة دي فيها عظمة. طيب اخواتي، فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة، حاجة طرش. اول كده وحشتوني، يا رب تكونوا بخير كلكم. اولا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه تشوف اللايك بتاعك والكومنت الرايق زيك. يلا بينا ادي اللايك المتين للفيديو ويلا بينا على الحكايه. طب يا اخواتي، حكايه النهارده نسخه واتساب عظمه يعني حاجه خيال كده من اللي في خيالك. اولا كمان مالكش دعوه بالفيديوهات الطرق الصغيره دي، مش حوارنا. اول حاجه النسخه تبقى معانا بالشكل ده، يا رب نخش على النسخه تظهر معانا بالشكل الرايق اللي هيظهر دلوقتي. تمام. النسخة تبقى معانا كده جامدين. عندك هنا وضع اللايت والدارك للناس اللي مش حابة اللايت او اللي حابة الدارك وكده. شايف حاجة عظمة يعني، الوان عظمة. تمام. عندك هنا بيظهر الصورة بتاعتك فوق، صورة البروفايل. تمام. وبعد كده ثانية معلش. وعندك هنا شوية اختصارات، طبعا هما يبقى مش باينين قوي بس انا باينهم لك. يعني مثلا عندك ده بينزل تلج، وعندك ده مش عارف بينزل ايه، شجر. تمام. وعندك مثلا حاجة زي دي بتنزل اللي هو برق. تمام. فزي ما قلت لك كده اختصارات. عندك هنا اللي هو الرسايل والرومات والمكالمات والمجتمع وكده والستوري. تمام. عندنا بقى شوية مميزات عظمة، يعني حاجة برضو رايقة كده على الخفيف، حاجة برضو رايقة كده. لو جينا مثلا دوسنا على 3 نقط، دوسنا على شبح المجال، جينا مثلا عند اضافات التطبيق المعدلة. طبعا عشان الناس المحنكة النسخة مش بتاعتي، النسخة ده انا كده حابب اشرحها عليها عادي. تمام. الحماية، عندك اول حاجة الخاصية وتجاوز مشاهدة الستوري، ومنع حذف الستوري والحاجات دي كلها، منع الاتصال بيه والحاجات دي كلها في الستوري، واخفاء زر تحميل الحالات والحاجات دي. يعني مثلا عندنا مثلا ايه، عندنا اخفاء مشاهدة الستوري، منع حذف حالات. عندك بقى اخفاء زر التحميل الدردشة، عندك زر الرسائل المعدلة، منع حذف الرسائل، حذف لدى الجميع، إظهار تاريخ والحالة المعزوفة، إظهار الدردشة التي يتم قراءتها، إظهار صحتين الزرق بعد الرد، شرح تفعيل وضع الشبح. ده وضع الشبح يا اسطى. تمام. وضع الشبح ده اللي هو ايه، زي بتاع التليجرام وكده. تمام. تفعيل وضع الشبح للرومات والشتات، وهنا لو عايز تعمل باسورد وكده. عندنا بعد كده السمات، عندك هنا لو عايز تحمل سمات ولا حاجة. عندنا الأداة العامة طبعا كلنا عارفينها. عندنا الشاشة الرئيسية، عندك البار العلوي أول حاجة زي بشبه المميزات دي لو عايز تغير في حاجة أو تضيف حاجة جديدة. تمام. عندك صورة مربعة والحاجات دي كلها برضو. عندنا شاشة المحادثة بنفس الشكل ونفس النظام بتاع كل مرة. عندنا بقى الإشعارات. تمام. الأشعار ده اللي هو يعني زي ما بيظهر كده، بيظهر دي للمتصل والحاجات دي كلها. تمام. طبعا انت بتظبطها. إعدادات الرسائل، إعداد تلقائية جدولات الرسائل، إعدادات الوسائط اللي هو الجودة بتاع الإرسال يعني وكده. طبعا لو انت معكش نت تلغيهم عشان هيفشخوا الباقة بتاعتك حرفيا. وتنظيف المخلفات وكده. وعندك الويدجت
والتحديثات وحول التطبيق، تمام، والمشاركة. حلو لحد كده تمام. لو كنا دوسنا على 3 نقط، بعد كده عندك إعداد تشغيل الواتساب، رسالة، الرقم غير محفوظ، جدول الرسائل، رسالة جماعية، الرسائل والإعدادات. لو دوسنا على 3 نقط تاني، قصدي على البتاع دي يا اسطى، على المربع اللي في الجنب ده، عندك أول حاجة هنا زي ما قلت لك دي المميزات. لو نزلنا تحت خالص، عندك أول حاجة من تحت دي شكل الإعدادات. بعد كده ده ألعاب لو عايز تلعب وعايز تتسلى يعني. وبعد كده عندنا هنا لو عايز تحول ملف من MP4 ل MP3. لو عندك تكست هنا لو عايز تحفظ حاجة في أو لو عايز تعمل بين فيروس، مش فاكر والله، بس عامة تعمل فيروس أرقام. لو عندك هنا البتاع اللي بتظهر في تحت دي أوريها لك دلوقتي، اللي بتظهر هنا دي، ثانية هطلع وأخش تاني. بتظهر دي يا اسطى، تمام. وعندك بعد كده اللي هو الشكل ده، عندك هنا حظر أرقام وفك حظر أرقام، كلها أكواد فك وحظر أرقام. وعندنا بعد كده بقى اللي هو زراير، قصدي البتاع المتصفح، لو عايز تبحث على يوتيوب، جوجل، أي حاجة أنت عايزها، تمام. بعد كده أصلا عندنا بقى اللي هو شاشات المحادثة، تمام. عندنا في شاشات المحادثة تأكد قبل إرسال، ووفاء، وعرض المحادثة السريعة، والحاجات دي كلها برضه اهي. عندك هنا خيار تعطيل القائمة وإعادة ترجمة وشوية مميزات كده على الرايق، تمام. عندنا الشاشة الرئيسية، عندنا الزرار برضه بتاع تفعيل اللي هو الصور المربعة وإعادة التوجيه والحاجات المعدلة وكلها، تمام. النمط السريع برضه ده شكل النمط. الأسطر والبر العلوي، دخلنا على الأسطر مثلا، عندك صعب للمحادثة. بعد كده عندنا الحماية برضه نفس النظام زي ما قلت لك، طبيعي، تمام. ومناسة هتصل بيه والحاجات دي كلها، تمام. زائد حاجات رايقة برضه. فلو دوسنا مثلا عندك بعد كده رقم الرسالة غير محفوظة تلقائي، واللي هو النمبر. ولو دخلنا تاني، تمام، عندك بقى اصلا القنوات والحاجات دي. عندنا برضه الخصوصية زي ما قلت لك، وكل حاجة يعتبر مفيش حاجة هنا تاني زيادة، تمام. وده شكل الإعدادات من جوه. تعالى بوريك شكل الشيت من جوه. احنا مثلا لو جبنا رقم غير محفوظ أو غير مسجل، زي ما انت شايف عندنا من أول حاجة اللي هو التذكر، تمام. بعد كده عندنا اللي هو معلومات عن الأكاونت، بحث، إرسال رسالة ذاتية، تشفير الرسائل، خلفيات إرشاد، المزيد، اعمل لينك شات، تفاعل، تغيير الصوت، نروح لأول رسالة، بحث ويب، مسح الإيموجي المرسل، قفل المحادثة. وعندنا الإيموجي أهو، ممكن تغير الإيموجي الأيف من جوه من الإعدادات لو أنت حابب إن أنت تضغط هنا. بعد كده شبح المجال. بعد كده هنيجي على الإعدادات العامة. بعد كده الستايل والشكل. بعد كده نحمل UES 2023 وبعد كده بتختارها، تمام. بس طبعا لازم يكون معاك نت. طبعا النسخة دي قافل عليها النت وكده زي ما انت شايف اهو، قافل على النت من فوق كده، النت اشتغل معايا حتى تلاقي الرسائل بدأت تتبعت اهي. فأنا هقفل النت تاني. عندنا برضو آخر رقمين في الباسورد اللي هو 1177، تمام. وبس كده يكون المفروض خلص. متنساش الاشتراك بتاعك، قلب أخوك. مع السلامة.